المشاهدون الأكارم، سعدتم مساءنا أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون الدولة إريتريا، نستهلها كالعادة بأبرز العناوين. البلاد تحتفل بمولد النبي الشريف. نجاح 90% من الشتول المغروسة هذا العام في القشبركة. تشييع الشهيد المناضل تخستبيري. مصر 24 شخصا في فيضانات شمال نيجيريا. أردوغان وبوتين يجريان بحثات هاتفية بشأن الحرب في أوكرانيا. وقمة المجموعة السياسية الأوروبية اتفاق على دعم أوكرانيا وخلاف على ملف الطاقة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. احتفلت البلاد اليوم الثامن من أكتوبر 2022 12 من ربيع الأول 1444 هجرية بالمولد النبي الشريف. وشهد الحفل الذي نظم صباح اليوم في جامع الخلفاء الراشدين بمشاركة أئمة المساجد والمشايخ وعدد غفير من المسلمين مواعظ وخطب وفقرات تبرز وتمجد وتعظم مكانة المولد النبي الشريف. وألقى رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية في العاصمة أسمر السيد محمد عبد بشير كلمة هنأ فيها المحتفلين والمسلمين عامة بمناسبة المولد النبي الشريف، وقال أن ديننا يدعوننا لتربية وتنشئة أبنائنا على القيم السمحة والأخلاق الحميدة والسلوك الحسنة وتوريثهم شيم الاحترام والتوقير للكبار وبر الوالدين. وبين سماحة المفتي مولانا الشيخ سالم إبراهيم المختار العمل قولا وفعلا بدعوة النبي الكريم وتنفيذ وصاياه والقيام بالأعمال الصالحة. وبهذه المناسبة الجليلة هنأ المسلمين والمواطنين في الداخل والخارج وقوات الدفاع الباسلة. في الختام عبر الشيخ سالم إبراهيم المختار عن تمنياته الطيبة بالسلام والاستقرار للشعب الأريتري والتطور والنماء والازدهار لبلادنا. وحفلت المناسبة ببرامج وفقرات تليق بالمناسبة العظيمة قدمتها مجامع المدائح في العاصمة أسمر. أفادت المعلومات الواردة من إقليم القشبركة نجاح 90% من الشتول المغروسة هذا العام بمشاركة مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ولا سيما المحميات والمراعي المنتشرة في الإقليم. وأوضح ممثل سلطة الغابات والحياة البرية في الإقليم السيد تخسي كفل مريم أوضح غرس أكثر من 400 ألف شتلة بالتنسيق بين الجهات الحكومية الشريكة والمجتمع المدني. وذكر أن أكثر من 240 ألف من الشتول المغروسة البالغ عددها 32 نوعا هي أشجار معمرة و160 ألف مستوطنة وتم غرسها في الأماكن الزراعية والعارية والمدارس ودور العبادة ومقابر الشهداء، داعيا القيام بدراسة مسبقة واستعداد جيد لنجاح أنشطة التشجير. وأوضح حراس الغابات في مديرية بارنتو أنهم يعملون بوعي عالي لحماية وحفظ الشتول المغروسة ونجاحها، وبما أن حراسة وحماية الأشجار ورعايتها والعناية بها أيضا مهام لا تترك لجهة معينة، يجب على سكان المناطق للقيام بأعمال حماية الأشجار المغروسة في مناطقهم. وتوضح المعلومات أن إقليم القشبركة يمتلك 53 ألف هكتار من المحميات وأكثر من 44,300 هكتار من المحميات الخاصة بالفيلة. شيع ظهر اليوم السبت 8 من أكتوبر جثمان المناضل الشهيد تخستبيري رئيس الكونفدرالية الوطنية للعمال في مقبرة الشهداء بأسمر. حضر مراسم الدفن الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة والجبهة ورؤساء الاتحادات الوطنية ورجال الدين وممثلي الاتحادات العمالية الإقليمية والشريكة ورفاقه المناضلين والشعب.
ووضع مسؤول الشؤون التنظيمية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد يوسف صياغ ممثلا للجبهة الشعبية، ووزيرة العمل والرعاية الاجتماعية السيدة الأول جبراب باسم الوزارة، ونائب رئيس الكونفدرالية الوطنية للعمال السيد كبراب كيداني باسم الكونفدرالية، ورئيس كونفدرالية العمال الإثيوبية السيد كاساهون فولا، وابنة الشهيد دالينا تخست باسم العائلة أكاليل الزهور على قبر الفقيد تخست بايرم. التحق المناضل تخست بايرة بقوات التحرير الشعبية عام 1976، وعمل حتى العام 1977 عضوا في الهيئة التنفيذية فرع الإرترينا للاستقلال في أوروبا، وفي الفترة من 1978 إلى 1979 عضوا بالهيئة الإدارية لفرع اتحاد العمال الإرترينا في أوروبا، وانتخب عضوا في المجلس المركزي والهيئة الإدارية للاتحاد الوطني لعمال إريتريا دائرة أوروبا في المؤتمر الذي عقد بالعام 1983، ومن العام 1988 وحتى العام 1990 انتخب عضوا في اللجنة التنفيذية في الاتحاد الوطني لعمال إريتريا. المناضل تخست بايري عمل في الإدارة الشعبية مسؤولا لقطاع جنوب أوروبا حتى يوم الاستقلال عام 1991. في المؤتمر الرابع للاتحاد الوطني لعمال إريتريا والمؤتمر التأسيسي للكونفدرالية الوطنية لعمال إريتريا الذي عقد عام 1994، وانتخب المناضل تخست بايري رئيسا للكونفدرالية، وعمل في هذا المنصب حتى تاريخ استشهاده. الشهيد المناضل رئيس الكونفدرالية الوطنية لعمال إريتريا تخست بايري متزوج وأب ل3 أبناء. استشهد رئيس الكونفدرالية الوطنية لعمال إريتريا المناضل تخست بايري في 5 أكتوبر إثر مرض ألم به عن عمر ناهز 69 عاما. أفاد الاجتماع المنعقد في 5 أكتوبر في مدينة مصوع بخصوص مساهمة المعلم في تأمين جودة التعليم بأن المعلم المتسلح بالأخلاق المهنية له دورا كبيرا في حفظ وتنشئة القيم المجتمعية. وأوضح مسؤول جمعية المعلمين في إقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ عثمان صالح بأن المعلم يسعى جاهدا لتطوير القطاع الأكاديمي ودوره الرائد في رقي البلاد، وتتعزز المصالح في حالة تسلحه بالأخلاق المهنية. وذكر مسؤول التعليم في الإقليم الأستاذ رشيد محمد مكانة المهنة التعليمية الكبيرة في وسط مجتمعنا، داعيا المعلمين للحفاظ على الاحترام الذي يكنه له المجتمع والسعي للرقي بالمجال الأكاديمي، مدركين بأن المعرفة التي يتسلح بها الطلاب وأخلاقهم انعكاس للمعلمين. وقال مدير مديرية مصوع السيد هيلا أسفها إن الطالب المتسلح بالمعرفة العلمية والمهنية الكفؤة نتاجا لجهود المعلمين الحثيثة، مؤكدا تعظيم إدارته كل ما يطلب منها لإنجاح الجهود المنسقة بهدف إحداث وتأمين التغيير النوعي. الجدير بالذكر بأن اليوم العالمي للمعلمين لعام 2022 التي يحتفى بها هذا العام تحت شعار التغيير الأكاديمي يبدأ من المعلم، يحتفل بها للمرة 28 على مستوى العالم و26 على مستوى البلاد. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرة التي أجريت في الإقليم الأوسط اليوم قد أظهرت إصابة مواطنين من حزحز وكرن بفيروس كورونا. في غضون ذلك شفي مريض كورونا في الإقليم الأوسط، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 10,177، شفي منهم 10,068 وتوفي 103 مريضا، فيما يتلقى 6 مرضى الرعاية في المستشفيات. وزارة الصحة 8 أكتوبر 2022. تبرع أعضاء جمعية سيارات الأجرة في الإقليم الأوسط في 7 أكتوبر 70 كيسا من الدم لإثراء نقل الدم الوطني وإنقاذ المواطنين المتضررين. وذكر الأعضاء المتبرعون أن التبرع هو مواصلة لبرامج التبرع الطوعي التي ينظمونها باستمرار، معربين عن ارتياحهم للمساهمة في هذا العمل النبيل الجاري لإنقاذ الحياة التي لا تتعوض بالدم الذي يتعوض.
وأشاد الشاب رخات هبتسين من الجمعية الوطنية للمتبرعين الطوعين بالدم، أشاد ببرامج التبرع الذي اتخذته أعضاء سيارات الأجرة في الإقليم الأوسط، مناشدا كافة المواطنين لاتباع هذه الخطوة إدراكا لأهمية التبرع بالدم. نشرتنا لا زالت مستمرة من الفضائية الإريترية، لكن بعد الفاصل. على الصعيد العالمي، لقي ما لا يقل عن 24 شخصا مصرعهم مع نزوح أكثر من 18,000 آخرين بسبب الفيضانات الناجمة عن موسم الأمطار الذي بدأ في شهر مايو بولاية كانسيلا شمال نيجيريا، وفقا لما ذكره مسؤول في هيئة الإغاثة يوم الجمعة. وأفاد عمر محمد رئيس هيئة إدارة الطوارئ في الولاية في مؤتمر صحفي عقد في مدينة كانسينا عاصمة الولاية، أفاد أنه تم تدمير ما يقرب من 16,625 منزلا بسبب الفيضانات التي أثرت على 34 منطقة حكومية محلية في كانسينا. وأضاف أن الفيضانات أغرقت أيضا 2620 فدانا مع مقداره 6.6 كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية، مؤكدا على أن حكومة الولاية ستقدم المساعدات اللازمة للمتأثرين في أقرب وقت ممكن. جدير بالذكر أن السلطات النيجيرية أصدرت تحذيرا في شهر مايو ل32 من 36 ولاية وإقليم العاصمة الفيدرالية في البلاد من الفيضانات الخطيرة هذا العام. قالت الرئاسة التركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جدد لنظيره الروسي فلاديمير بوتين استعداد تركيا للقيام بواجبها من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة الأوكرانية بما يعود بالنفع على الجميع. وخلال اتصال هاتفي بحث الطرفان التطورات الأخيرة في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وأكد البيان أن الرئيسين بحثا سبل تعزيز العلاقات التركية الروسية والتطورات الأخيرة في الحرب الروسية الأوكرانية. وخلال الأشهر الماضية لعبت تركيا دورا محوريا في محاولة لإنهاء الحرب وجمع طرفيها على طاولة المفاوضات، كما تكللت جهودها بالتوقيع على اتفاق لتصدير الحبوب الأوكرانية برعاية أممية. ووقعت روسيا وأوكرانيا في مدينة إسطنبول في 22 من يوليو الماضي اتفاقا يسمح بتصدير الحبوب برعاية الأمم المتحدة ووساطة تركيا، ورحبت عدة دول بالاتفاق. وافق قادة الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة على تقديم المزيد من المساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا، لكن المحادثات على مدى يوم في قمة للتكتل في براغ لم تفلح في تقريب المواقف بشأن ملف أسعار الغاز. وفيما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تأسيس صندوق بقيمة 100 مليون يورو يتيح للجانب الأوكراني شراء المعدات الدفاعية التي يريدها مباشرة من المصنعين الفرنسيين، حذر الرئيس كذلك من أن شتاء 2023-2024 سيكون الأصعب لناحية تأمين إمدادات الغاز. تطالب غالبية دول الاتحاد بفرض حد أقصى لأسعار الغاز، إلا أن التفاصيل هي محور الخلاف، وتشمل الخيارات فرض سقف للسعر على كل الغاز، أو سقف لسعر الغاز المستخدم لتوليد الكهرباء فقط، أو سقف لسعر الغاز الروسي فقط. وتعارض ألمانيا والدنمارك وهولندا وضع سقف للأسعار خشية أن يعيق شراء الغاز الذي تحتاجه اقتصاداتها، ويقلل من تأثير أي حافز لخفض الاستهلاك. الخبر الأخير في هذه النشرة: أعلن الاتحاد الأوروبي إرسال بعثة مدنية مؤقتة من أجل دعم جهود ترسيم الحدود بين أذربيجان وأرمينيا. وأوضح بيان مشترك بعد اجتماع رباعي عقد في العاصمة التشيكية براغ على هامش اجتماع المجتمع السياسي الأوروبي أن الاجتماع المقبل للجان ترسيم الحدود سيعقد نهاية أكتوبر الحالي في بروكسل البلجيكية.
وضم الاجتماع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل. وقال المجلس الأوروبي في البيان إن أرمينيا وأذربيجان أكدتا التزامهما بميثاق الأمم المتحدة وإعلان الماتا لعام 1991 الذي تعترف كل منهما فيه بوحدة أراضي والسيادة الأخرى. وأوضح أن أرمينيا وافقت على تسهيل عمل بعثة مدنية للاتحاد الأوروبي على الحدود الأذربيجانية، وأن باكو ستتعاون مع هذه البعثة عند الضرورة. ولفت البيان أن البعثة ستبدأ عملها في أكتوبر لمدة شهرين كحد أقصى، وأن هدفها بناء الثقة والمساهمة في دعم لجان ترسيم الحدود عبر التقارير التي ستعدها. نهاية النشرة، هذا تذكير بأبرز العناوين. البلاد تحتفل بمولد النبي الشريف. نجاح 90% من الشتول المعروسة هذا العام في القاشبركة. تشييع الشهيد المناضل تخست بيري. مصر 24 شخصا في فيضانات شمالي نيجيريا. أردوغان وبوتين يجريان مباحثات هاتفية بشأن الحرب في أوكرانيا. وقمة المجموعة السياسية الأوروبية اتفاق على دعم أوكرانيا وخلاف على ملف الطاقة. سادتي سيداتي، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. شكرا لحسن المتابعة، دمتم في أمان الله.